السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا وسهلا بكم حبايبي في قناة منوعات دودي. هنقدم النهاردة مع بعض خبيز البيتي فور. طبعا كلنا عارفين مقادير البيتي فور. كوبايتين زبدة، عليهم 3 بيضات، وعليهم كوباية إلى ربع سكر بودر، وفانيليا وبيكنج باودر. هنضرب البيتي فور مع بعض بالشكل اللي انتوا شايفينه ده الزبدة ضربناها الأول مع السكر البودر لحد ما بقت معانا كريمي. بعد كده ضفنا عليها البيض وضربنا الكمية كلها مع بعض، البيض والزبدة والسكر، لحد ما القوام بقى زي ما انتوا شايفينه كده. وضفنا الدقيق، هنضيف الدقيق بدون مقادير حسب نوع الدقيق لحد ما العجينة تلم معانا. خلي بالكم احنا خابزين كمية كبيرة علشان دي كمية للعروسة، فكمية كبيرة. انا قلت لكم مقادير ال2 كوباية زبدة ل3 بيضة مقدار واحد، فاحنا عملنا كذا مقدار علشان يدينا الكمية اللي انتوا شايفينها دي. بعد كده ضفنا الدقيق والبيكنج باودر، شايفين بالتدريج، بنضيف بالتدريج ونقلب لحد ما تتلم معانا العجينة وتبقى معانا عجينة مناسبة. صلوا على الحبيب عليه أفضل الصلاة والسلام، وما تنسوش ذكر الله، سبحان الله وبحمده، سبحان الله العظيم. شايفين العجين كريمي لأن الزبدة اتخفقت كويس جدا مع السكر البودر والبيض. شايفين العجينة هشة جدا وخفيفة جدا، شايفين ما شاء الله. هنفضل نعجن ونلم مع بعض لحد ما تتكون معانا العجينة المناسبة للبيتي فور. هنعملها في الماكينة. هنفضل نلم فيها، ولما نلاقيها لسه طرية ومحتاجة دقيق بنزودها حبة بالحبة صغيرة لحد ما تلم معانا ونشوفها ان العجينة مناسبة، مش محتاجة معانا اي دقيق تاني. كده العجينة مناسبة جدا ما شاء الله. كده هنلم العجينة وهناخد منها جزء هنضيف عليه كاكاو علشان نعمله بالكاكاو. هنضيف الكاكاو ونلم العجينة كويس لحد ما تتكون معانا العجينة البني اللي هي بشوكولاتة. ما شاء الله بيتي فور هش وخفيف وجميل جدا. اهم حاجة هنضرب الزبدة والسكر كويس جدا لحد ما القوام يبقى معانا كريمي وجميل كده. العجينة خلصت اللي هي بالكاكاو، ما شاء الله العجينة جميلة. هنقفلها ونغطيها ونبدأ نقطع البيتي فور بالماكينة. ما شاء الله في أشكال مختلفة، هنعمل بالأشكال اللي احنا عايزينها. الشكل ده جميل جدا. ما شاء الله
هنقطع الكمية كلها معانا، اللي بالكاكاو والكمية العادية. شايفين الأشكال ما شاء الله. ودي شكل الوردة حلو جدا. وده شكل جميل جدا ما شاء الله، مشرشر كده وشكله جميل. خلصنا تقطيع لكل الأشكال اللي احنا شايفينها قدامنا. هندخلها الفرن على 180 درجة وهنراقبها، لأن البيتي فور مش بياخد تسوية. وهنسوي بني مع أصفر علشان نعرف التسوية بتاعة البيتي فور البني، علشان نعرفه ان استوى كويس. هنسويه مع الاصفر علشان يستوي مع بعض ونعرف انه استوى. خلصنا الكمية، ودي نوع وده نوع. ضفنا كل نوع لوحده علشان هنبدأ نلزق البيتي فور بالمربى للعروسة. ما شاء الله شايفين كمية جميلة جدا، كمية كبيرة وجميلة ما شاء الله. تسلم أيادي كل اللي اشتركوا في خبيز البيتي فور. وطبعا البنات بدأوا يلزقوا كل شكل مع الشكل بتاعه بالمربى زي ما انتوا شايفين كده. وادي البيتي فور ما شاء الله بعد ما لزقناه. بعد ما نخلص هنقفل علبة العروسة. هي عايزاه ملزق بالمربى بس كده، مش عايزة لا فرماسيل ولا غيره. ما شاء الله البيتي فور جميل جدا. شكرا حبايبي، ما تنسوش لايك وشير واشتراك للقناة تشجيعا منكم فضلا وليس أمرا. شكرا لمتابعتكم الجميلة. يا رب يكون الفيديو يكون عجبكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.